السلام عليكم. احلى مسا على كل الفيورز اللي استنوني وقت طويل جدا عبال الفيديو ده يجي، بس يعني ما علينا. المهم ان الحمد لله في فيديو نزل اهو دلوقتي. كنت قلت الفيديو في فيديو تقريبا سابق اني هعمل فكرة كرييتيف، بس يعني هو الفيديو ده بصراحة زي ما انت شفت من التايتل هو ملوش لازمة. بس يعني هو في بعض الكلام اللي ليه لازمة، بس يعني لو انت مش مهتم ما تكملش، بس انا برشح لك تكمل بصراحة. المهم اهلا بالفيورز القدام والفيورز الجداد اللي ما يعرفوش انا مين، لان ما اعرفش ليه الفيديو ده ممكن يدخل فيورز جداد بالتايتل ده، بس لو اعتبرنا فانا عمر شريف، شخص عشوائي مراهق عمل فيديوهات على اليوتيوب في الوقت الفاضي. في منهم اللي جاب فيوز، منهم اللي عجب الناس، منهم اللي ما عجبش وما جابش اي فيوز. المهم يعني النهارده جاي عشان اقول رساله مهمه جدا للفيورز القدام والجداد. انا قلت مش مهم في التايتل، بس انا كنت بختبرك عشان اشوف لو هتكمل. المهم من سنة تقريبا او سنة وحاجة وانا بعمل فيديوهات على القناة دي، اللي هو في الوقت الفاضي كده من غير اهتمام قوي يعني بالاشتراكات والحبشتكنات دي، لان انا لو مهتم بالحاجات دي كنت بطلت من زمان. لكن انا لو كنت بعمله فور فن اكتر. لكن المشكلة في الموضوع ان المحتوى الترفيهي حسيته مبدئيا محتوى متكرر قوي بيتعاد على قنوات كتير. ممكن تديله السبايس بتاعك، وانا عارف ان ممكن احط له التاتش بتاعه يبقى لطيف، بس المحتوى ده عامه بيتعاد كتير، بيتعمل من ناس كتير، فما بيبقاش مميز. فعشان كده انا يعني كنت بفكر في فكره، وبصراحه حاسس ان اصل طالما انت هتتحاسب قدام ربنا على كل ثانيه كونتنت الناس تتفرج عليها، فعشان كده عايز اقدم حاجه ممكن تقولي انها اتعملت قبل كده، بس لو قدمتها بطريقتي فممكن تبقى حلوه ومختلفه وجديده. من الاخر دلوقتي انا عايز اقدم حاجه للمراهقين من الخبره بتاعتي الضئيله، بس انا المميز عندي ان اقدر افهم بقيه المراهقين، وعندي بعض الخبره في بعض الحاجات اللي ممكن تفيد المراهقين اللي قدي وكده. ممكن تبقى متلخبط زي ما انا متلخبط دلوقتي، بس يعني هنخش دلوقتي على طول في الموضوع. من الاخر انا نيتي عايز اعمل حاجة تفيد الناس دلوقتي، وبرضو هاخد عليها حسنات ان اديتك معلومة مفيدة، وانت تاخد عليها حسنات لو عملت برضو مع يعني طبقت الكلام اللي هقوله. فمن الاخر الفكرة اللي عندي دلوقتي اني عايز اعمل بودكاست. اوكي، يعني اسمعني كده للاخر. عايز اعمل بودكاست نتكلم فيه عن المشاكل النفسية والمشاكل اللي بتواجه عامة دلوقتي المجتمع كمراهقين بالذات، لان جين زي هم اكتر جيل يعني بيحصل المشاكل النفسية دلوقتي في الوقت ده بسبب الضغوط اللي بتحط عليهم. فعامة يعني يعتبر تقدر تقول ان انا بكلم جين زي في البودكاست اللي يتعمل ان شاء الله دوت. والفكرة بقى اني عايز اخاطب فيه عشان اتكلم معاك زي اخوك من الاخر. والكلام ده مش هيبقى لوحدي، يعني انا هيبقى معايا مبدئيا في معظم الحلقات اللي ناوي ان شاء الله نصورها، يبقى معايا واحد صاحبي قريب جدا ليا. وممكن بقى نضيف ضيوف بعدين، اللي هو مثلا حلقة فلانية لكن انا وهو ثابتين، لكن ممكن نضيف مثلا في الحلقة الفلانية نجيب كذا وكذا. طبعا مش يبقوا مشاهير، بس يعني يبقوا ناس ليهم كلام برضو يتقال. فاهم الفكرة؟ فممكن ابقى مطيت كتير في الكلام لان انا مش كاتب سكريبت، فمن الاخر لو انا جاي اقول الكلام من القلب كده للقلب، او من القلب للشاشة يعني. بس انت يعني ان شاء الله الشاشة توصل للقلب بتاعك. المهم يعني بس بعيدا عن الهري، يعني الفكرة ان انا عايز افيد بصراحة بالذات المراهقين لان ده اكتر يعني ايه اكتر سن بيعاني بمشاكل انه مش فاهم نفسه قوي. فعايز اتكلم عن حاجات بقى دينية وحاجات نفسية والحبشتكنات دي. ممكن تقول لي ان انا مش اكتر واحد خبير في العالم، بس انا عندي من الخبرة ومن الكلام يعني كتير بصراحة، فممكن اديهولك. فايه، بتمنى الفيورز القدام ان هم ان شاء الله يدونا كام فرصه كده ويشوفوا شويه البودكاستات، وبرضه مش يبقى كله بودكاستات، لان انا ناوي اعمل فيديوهات سولو شويه، لان البودكاست يعني مش هينفع تقعد تعمل كل شويه بودكاست كتير، يعني ممكن مرتين ثلاثه في الشهر مثلا ولا حاجه يبقى بودكاست. يبقى في انتظار كتير، بس يعني اوعدك ان انت لو تابعت الموضوع هيستاهل. فبس يعني ما عنديش حاجه كتير اقولها عن كده بصراحه، لان انا هبتدي اهري لو كترت عن كده وامط، واصلا انا ما بدخلش فلوس، فاللي هو مفيش اي سبب لمط الفيديو، فيعني ايه. بس كده اتمنى بقى ان ايه لو مشاهد جديد فتابع وادينا فرصه، ولو مشاهد قديم فيعني ايه جرب وشوف.
لان انا جربت محتويات كتير وبصراحه ما حسيتش حاجه منها ايه ظبطت قوي، يعني جابت مشاهدات بس في حاجات حسيتها ما جابتش معايا انا، اللي هو انا مش عايز اكررها عن نفسي. فدي الفكره، فعشان كده انا عايز اجرب حاجه فعلا، لا لو انا عايز اعملها وممكن تعجبني، فده اللي انا عايز اعمله فعلا. لان ايه، مش كل الناس بتعمله، فانا عايز اعمله بطريقتي وعايز اعمله حلو، مش عايز امشي مع بقيه الناس. فاهم الفكره؟ بس كده. سلام.